هلا متابعيني، شلونكم وشلون صحتكم؟ ان شاء الله زينين. رجعت لكم بهذا الفيديو، اتمنى يعجبكم، واذا عجبكم لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. ويلا نبلش فيديونا، وجمعة مباركة على الجميع. وهنا بلشنا فيديونا بالمسواق مثل ما تشوفون، يعني المسواق اللي احتاجه تقريبا نقول هذا مسواق اسبوعي او اقل هيك شي. المهم هنا بديت اعزل بيه، ومثل ما تشوفون قطعنا الدجاجة، وهنا أكيد لازم سمك. فمثل ما تشوفون هذا السمك سمتي، غسلته وملحته. وهنا اجيت ضفت له الحشوة أو صلصة، انتم شو تسمونها، هذا وحدة إلنا ووحدة لعيالي. هذه الصلصة أو الحشوة هواي ناس أكو ما يخلوها، أكو يحبوها على السمك، بعد كل من حسب. بس هي الحشوة كلش حلوة على السمك، يعني احنا نحبها على السمك. فهنا مثل ما تشوفون اجيت نقعت التمن وجيت طبخته، يعني بعد ما استوى صار بهذا الشكل مثل ما تشوفون. وهنا طلعت سمكتنا ويعني استوت، طلعناها. وشون شوي شون سمكة، كان الطعم يجنن. وصبينا غدانا، وهنا أقول لكم سهمنا وسهمكم العافية، تمنيتكم ويانا. بعد ما خلصنا هنا اجيت عندي بطانية، بديت أنا أغسل مثل ما تقولون بطانيات وهاي السوالف. بعد اجا الشتا، والناس أكو فرشة الشتائي، بس احنا أهل البصرة أكيد آخر شي. فهنا اجيت ضفت قاصر وزاهي، وأجي أضيف البطانية. أنا أغسل بهذا الشكل. أول شي بالبداية أنقعها وأتركها، وبعدين أجي ألقاها، يعني بعدين أغسلها. بالبداية أنا أنقعها، أي شي أنا أريد أغسله بالبداية أجي أنقع عنه. وهنا أجي سديت الماي وأتركه، أروح أقضي كم شغلة وأجي ألقاها ناقعة بعدين أغسلها. وهنا تركنا البطانية وأجيت آخذكم وياي. هسه تقولون هالأيام مفطمة طلعاتك هواي الله يكثر الطلعات. بالفيديوهات القادمة راح أسولف لكم على هاي الطلعات كلها، وإن شاء الله خير. وبعد أنا راح أخليكم ويا الفيديو مثل ما تشوفون سوالف مال المطبخ وهاي السوالف مكياج. فهنا أنا أقول لكم إذا حبيتوا الفيديو ضغطولي لايك، وهنا راح أترككم ويا الفيديو، وألتقيكم في فيديو قادم. مع ألف سلامة، باي باي. جزء كبير من الراحة النفسية تجده في المصالحة مع نفسك، أن تتقبل وضعك أيا كان، أن تتعامل مع ظروفك بواقعية، وأن تؤمن أن الدنيا ليست جنة، لكنها ليست جحيما كذلك. فلا تجلد ذاتك، لا تبحث عن السعادة فيما لا تملكه، فقد ينقضي عمرك دون أن تملكه، وتفقد طعم السعادة فيما تملكه. السعادة تكون في البساطة بدون تكلف. وأن تؤمن أن الدنيا ليست جنة، لكنها ليست جحيما كذلك. فلا تجلد ذاتك، لا تبحث عن السعادة فيما لا تملكه، فقد ينقضي عمرك دون أن تملكه، وتفقد طعم السعادة فيما تملكه. السعادة تكون في البساطة بدون تكلف. أن تتعامل مع ظروفك بواقعية، وأن تؤمن أن الدنيا ليست جنة،
لكنها ليست جحيما كذلك، فلا تجلد ذاتك. لا تبحث عن السعادة فيما لا تملكه، فقد ينقضي عمرك دون أن